مع ختام شوط المباراة الأول. مدخلي لعيب وهداف وحريف وكل الكلام الحلو موجود، لكن الأهم جول وحداوي ما عليها اختلاف. الأنيق أنيق، الجميل جميل، هكذا تحضر من اللاعب الهداف صاحب الخبرة أمام كل الشباك. القادم من حطين يسجل فرحة هنا في الشرايع مع المشجع الوحداوي، مع الجمهور الوحداوي، مع من يتابع حبا وعشقا لابناء الوحدة. الجول الثاني 2-0 بركلة جزاء. حلوة عليك يا ريس، بداية ولا أحلى، بداية ولا أجمل، بثنائية مع شوط المباراة الأول من أمام نادي المجزل بركلة جزاء بنفس الطريقة وكأنها نسخة كربونية من الهدف الأول. هاي العناوين العريضة، أول ركلتي جزاء في مسابقة دوري ركالي هالموسم لمصلحة الوحدة. الشهري أول من يحتسب ركلتي جزاء في مستهل المشوار خلال شوط واحد، خلال 40 دقيقة فقط. يتكفل ماجد الهزاني، يتكفل موسى المدخلي في تسجيل هدفين. شوف ركلة الجزاء بهدوء، برافو الولد حريف يا جماعة. ضربة مرمى أو ركلة ركنية تلعب أمامية، علي راسية، جول ثالث، جول ثالث. وابتدأ المشوار الوحداوي، ابتدأ لأصحاب الفن الجميل، ابتدأ لأصحاب الطبول والفرح، ابتدأ لأصحاب العشق الخالد، ابتدأ لأبناء مكة هنا في الشرايع، هنا في الشرايع. جميل يا وحدة، جميل جميل يا وحدة، جميل. والمعدن أصيل بهدف ثالث عن طريق فيصل مدخلي أو عن طريق موسى مدخلي ليسجل معها الوحدة الهدف الثالث، ليسجل معها موسى مدخلي الهدف الثاني له كاسم شخصي له في هذه المباراة. مع راسية حضرت، تحدثت عن الكرات الهوائية، تحدثت عن البنية الجسدية، تحدثت عن البراعة الهجومية، تحدثت عن الفنون الهجومية مع كرة ماضية. غنى الوحداويين. عبد العزيز يلعبها إلى بومفيم، تأتي من جديد تمريرة جميلة، المنصور عرضية رائعة يا للروعة، جول. الوحدة يكمل إبداعه ويسجل ثالث أهدافه عن طريق المدخلي هداف البطولة، هداف البطولة موسى مدخلي. موسى مدخلي يضع النقاط على الحروف في الدقيقة 65 ويسجل الوحدة ثالث أهدافه من عرضية ولا أجمل. الله يا عبد العزيز يا منصور، الله يا عبد العزيز يا منصور على العرضية الراقية، والهدف يأتي. إذن موسى مدخلي يسجل هدف جميل بكرة راسية ولا أجمل. شوف المنصور، يا سلام يا سلام، يحرج اللاعبين في هذه الكرات العرضية بالتأكيد، يضع اللاعب في موقف محرج كيف تضيع هذه العرضية. الله يا عبد العزيز، الله يا موسى يا مدخلي، لا يتعامل مع هذه الكرة إلا الكبار، إلا الكبار. موسى مدخلي يتابع هذا المساء، هو هداف البطولة حتى الآن ب6 أهداف. موسى مدخلي، جمهور الشمراني، هي جول، هي وين، هي وين، يا للروعة، جول وحداوي ثاني، جول وحداوي ثاني من ركلة جزائية. أعلمه الرماية كل يوم فلما اشتد ساعده رماني، وكم علمته نظم القوافي فلما قال قافية هجاني. هذا حالك يا موسى يا مدخلي مع فريقك السابق، لكنه لم يحتفل بهذا الهدف. أيضا احتراما لجماهير فريقه، شوف وضعها على يمين جمهور ولم يحتفي بهذا الهدف لأنه فريقه السابق. هذه لعباته، ركلات الجزاء، هو سجل ركلة جزائية في مرمى المجزل، سجل ركلة جزائية في مرمى الحزم، سجل ركلة جزائية في مرمى فريق السابق فريق نادي حطين. الوحدة قريب
الوحدة قريب، هل يسجل الوحدة هدفه الأول الدقيقة 15 إذا من شوط المباراة الأول. موسى مدخلي جول، تأتي الابتسامة وحدوية هذه المرة عن طريق موسى مدخلي من ركلة جزائية. موسى مدخلي إذا يأتي بالتقدم لصالح فريق نادي الوحدة من ركلة جزاء في الدقيقة 15، وتبتسم جماهير الوحدة لهذا التقدم، تبتسم جماهير الوحدة لهذا التقدم. إذن 1 مقابل لا شيء، هدف مقابل لا شيء من ركلة جزاء لصالح فريق نادي الوحدة، أتى عن طريق هداف البطولة موسى مدخلي. إذن وضعها بثقة على يسار حارس المرمى عبد الله الصالح. برافو يا موسى وبرافو للوحدة. أتى التقدم، سيغير بالتأكيد، سيغير بالتأكيد من مجريات اللقاء هذا الهدف، سيغير والفرحة الوحدوية. وهنا موسى مدخلي يسجل كما أسلم هدفه الشخصي الثامن. وصلت إلى موسى مدخلي، يمررها إلى سلطان النمري. سلطان يغير اتجاه اللعب تماما، جميلة جدا إلى سلطان، إلى مدخلي. جول 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 جول. يا سلام يا سلام، هدف فيه لمسة جمال فعلا من سلطان النمري الذي مرر الكرة بشكل سليم، وخطأ دفاعي لا يغتفر، يستغل أحسن استغلال هداف المسابقة حتى الآن ويسجل هدفه الشخصي العاشر. هدف التعادل للوحدة يأتي في الدقيقة 32 إذن عن طريق هذا اللاعب موسى مدخلي. موسى مدخلي يسجل هدف التعادل. إذن موسى مدخلي هو من يسجل والتعادل يأتي. إذن الدقيقة 32. شوف 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 شوف، يا سلام، خط دفاعي استغل أحسن استغلال، خروج غير موفق من غوينم. لماذا لماذا لماذا؟ علامة استفهام واضحة. لما الخروج يا غوين؟ لصالح فريق نادي الوحدة، لصالح ماجد الهزاني الذي عاد الآن إلى منتصف المحور ليعوض خروج اللاعب. يعني عاد، وهنا لا يوجد تسلل، لا يوجد تسلل. هي وين؟ هي وين؟ هي جول، هي جول، هي جول. يا ويلا، ناس تغيب وكل فقدها، وناس تجي وتروح ما حد عرفها. يظل موسى مدخلي إذا لم يسجل الكل يفقد موسى مدخلي، ولكن ها هو يحضر من جديد، ها هو يحضر من جديد. موسى مدخلي في الدقيقة 74 يتقدم الوحدة عن طريق موسى مدخلي هداف المسابقة. شوف 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 شوف، لا يوجد تسلل. انطلق اثناء تنفيذ الكرة، انطلق اثناء التنفيذ، وبالتالي الكرة هدف صحيح. إذن محيلي، كرة بينية وصلت إلى ماهر إسماعيل، مررها إلى سلطان. سلطان هو الأخطر، سلطان هو الأفضل. هي جول، هي جول، هي جول، هي جول. جول جول جول. يا ويلا، يا ويلا، لا تقول له الغياب. المدخلي دايم 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 حاضر في كل مكان وزمان. موسى مدخلي يسجل الهدف الثاني. يا وحدة، يا وحدة، يا وحدة، هدف ثاني عن طريق موسى مدخلي في غفلة دفاعية لفريق الطائي. موسى مدخلي وتمريرة الرائع سلطان النمري. سلطان النمري يمرر. انت وضميرك يا موسى، انت وضميرك يا موسى. لا والله ضميرك حي مو غايب، ضمير حي، وسجل الهدف ال15 له شخصيا. شوف التمريرة الذكية من سلطان والتقدم. هذه وين؟ هذه وين؟ في المرمى. يأتي الهدف الثاني، وتكررت هذه الفرحة 15 مرة هذا الموسم عن طريق هداف المسابقة موسى مدخلي. إذن موسى مدخلي والدقيقة 64 أيضا
بارك الله في أينما كان. وبعد ذلك يأتي الآن بالتكليم مرة أخرى الدكتور محمد بصنوي. خطيرة جول، خطيرة جول، هي جول، هي جول. لا ملام لا عتاب. المدخلي ما خلى الجميع يطولون الانتظار. ايضا يسجل هدف ولكنه لا يفرح بهذا الهدف لانه من فريقه السابق. اعلمه الرماية كل يوم فلما اشتد ساعده رماني، وكم علمته نظم القوافي فلما قال قافية هجاني. هو موسى مدخلي يسجل في مرمى فريقه السابق وهدف جميل. ابو فهد محمد فودة يسجل كل شيء اول باول. ركله جزاء وعلي المختار في مرماه، ركله قادمه للوحده. كرة الهدف الرابع من تحضر موسى المدخلي. موسى جول يا مدخلي. مدخلي الهدف الرابع للوحده والهدف رقم 16 حقيقة خاصة في هذه الجولات الصعبة كما يقال. هنا علي عواجي خطيرة للوحدة، مروا عدى إرسالية. موسى جول، موسى جول، موسى جول بإبداع أشكال والوان. الوحدة اليوم يعزف أحلى الألوان، أحلى الأنغام. إذن هدف جميل جدا عن طريق موسى مدخلي. موسى مدخلي. آخر 5 دقائق لعب في الشوط الثاني. توجيهات من محمد القرني، ثنائي حائط الصد البشري. صافرة استمرار سلطان النمري، محاولة للوحدة رأسية. يا سلام، جول أول وحداوي. ومن من فارس الفرسان، من فارس الفرسان، من موسى هادي مدخلي صاحب ال 18 هدف قبل هذه المسابقة. يطلب التبديل بعد أن استطاع تسجيل هدف من موسى الفرسان، هدف من الفنان مدخلي، رأسية تهز شباك المدرسة. إذن الفرسان يتقدمون في هذه اللحظة في الدقيقة 85 عزيزي مشاهدي الرياضية السعودية. الفنان سلطان ثاني ناصر الفايدي، فيما الحكم الرابع حسين ابو شاهين، ومقيم الحكام ومراقب المباراة الدولي المميز ابو فهد الاستاذ محمد فودة. كرة اللعب عرضية راسية، جول جول.